حملة جمع الكتب لفائدة السجون التونسية، سواء لإحداث مكتبات بالسجون التي ليس بها مكتبات أو بتعزيز المكتبات الموجودة، هي حملة نجم نقولوا أنها ابتدت من اتفاق بين مواطنين لنبي مهني والعبد الإله ومنظمة حقوقية، المنظمة العالمية للنهضة التعذيب، وإدارة عمومية هي الإدارة العامة للسجون والإصلاح. هذوما اتفقوا على أنه تعمل الحملة بأساسها انطلقت 11 فبراير 2016 بإعلان كتبته لنا على جدارها بالفيسبوك، وانطلقت بعد 4 ساعات بدأت الاتصالات بتاع الناس يعلنوا تبرعهم. الحملة بتاع التبرع أصبحت حملة تجاوزت معناها 3 الأطراف اللي انطلقت بها إلى المجتمع المدني، فإلى المجتمع التونسي، حتى إلى المجتمع الدولي، باعتبار أنه اللي ساهموا في الكتب أو ساهموا في تجميع الكتب، لأنه فما ناس أعطت كتب وفما ناس جمعت الكتب من عند غيرها، وفما ناس أعلنت نفسها نقاط نتاع تجميع في أماكن مختلفة في تونس العاصمة وخارج تونس العاصمة. من نوعية الناس اللي أعطت الكتب هي نوعية الشرائح المختلفة بتاع المجتمع التونسي، من الأساتذة للتلامذة حتى التلامذة الأساسي اللي يجمعوا، للناشرين، للمؤلفين، الجمعيات، البعض المدارس والمعاهد حتى الأجنبية. كذلك جاتنا معناها مساهمات من سويسرا، مساهمات من أمريكا، جاتنا مساهمات من الأردن، ثم زاد عندنا التوانسة اللي يخدموا بالخارج كيف ساهموا. كنا نتصور أنه باش نبلغ 3000 كتاب ومجلة إلى آخره، 3000 بلغناهم في أقل من 3 أسابيع. في أفريل، يعني من فبراير لأفريل، في أفريل سلمنا دفعة أولى للإدارة العامة للسجون والإصلاح فيها تقريبا 8000 كتاب. بعدين قعدنا نشتغل على الفرز نتاع الكتب حسب اللغة وحسب المحتوى وحسب الموضوع إلى آخره. إذا منذ أسبوعين أو الأسبوع الفارط بالذات سلمنا لعدد من السجون نصيب أول من الكتب. السجون هذه هي سجن النساء بمنوبة، سجن المرنقية باعتباره أكبر سجن واللي فيها أكثر أعداد من الناس وخاصة من الشباب، سجن برج العامري باعتبار أنه فيه الناس المحكوم عليهم بربطيات طويلة، سجن مرناق، وإصلاحيتي الفتيان والفتيات في المروج والمغيرة في بن عروس. المبرمج هو أن الكتب ستصل لجميع السجون وجميع الإصلاحيات. هذا الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، هذا اللي تعهدنا به المجتمع اللي قاعد يعطي في الكتب. الكتب هذه مش باش تتخزن فقط، وإنما أيضا من المبرمج أن المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب باش تشتغل مع الإدارة العامة للسجون والإصلاح ومع مكتبيين متطوعين وأرشيفيست باش يعملوا تكوين للأعوان اللي لاهين بالمكتبات في السجون. كذلك باش تدخل حوافز للقراءة، مثلا السجين اللي يقرأ كتاب أو 2 أو 3 ويلخصهم ولا يعمل مثلا لزملائه نوع من المطالعة المسيرة أو كيفاش يسموها الكتور ديريجي، المسيرة في اعتقادي، ولا المطالعة الجماعية، يقع تمكينه. هذا موجود في النظام الأساسي للسجون الآن، يقع تمكينه من زيارة بدون حاجز أو زيارة إضافية. وفي عند تبديل القانون بتاع السجون اللي باش يقع مراجعته وتنقيحه
اقترحنا أنه يدخل حتى فكرة أنه اللي يقرأ ويلخص ويقوم بنشاط معناها فكري وثقافي تتنحى له جمعة أو عدد من الأيام من محكوميته.